لحظة لحظة، مدرب يطلب من خصمه يلعب بأقوى لاعب عنده؟ إيه نعم، صدق. مدرب جزر القمر يقول بكل ثقة: أنا أبي حكيمي يلعب ضدنا ماتشر. يا جماعة الخير، إما هالريال قلبه قلب أسد، أو إن في سالفة عجيبة صايرة في كأس أفريقيا. خلونا نفهم السالفة. ستيفانو كوزان مدرب منتخب جزر القمر ووقف قدام الإعلام قبل مباراتهم مع منتخبنا المغربي اليوم. والصدمة؟ الريال مو خايف أبداً، بالعكس مستانس. قال بالحرف: المغرب أحسن منتخب في أفريقيا وواحد من أفضل المنتخبات في العالم. طيب وين المشكلة؟ أصلاً ما عنده مشكلة. هني عاد اللقطة اللي ما تتصدق. يوم سألوه عن أسد الأطلس أشرف حكيمي، تدرون إيش قال؟ قال: أنا أقدر حكيمي وايد كلاعب وإنسان، وأتمنى يكون موجود في المباراة. يعني كأنه يقول: يلا يا حكيمي انزل الملعب، إحنا ناطرينك. وكمل كلامه: غيابه ما رح يعطينا أفضلية، لأن المغرب منتخب جبار وينافس بقوة بحكيمي أو بغيره. بس لحظة، الريال مو مجنون. كوزان كشف عن سره: أنا دربت نادي الاتحاد في ليبيا وأعرف الأجواء في الملاعب الكبيرة. والكلمة القوية؟ قال: الجمهور ما يسجل أهداف. قوية. الريال جاي يقول لجمهور المغرب: تراكم ما تخوفونا. لعبنا ضد تونس في رادس وما منعنا هالشي من تحقيق نتيجة، وضد غانا خسرنا بس كنا ند قوي. الرسالة واضحة: إحنا مو جايين سياحة، جايين نلعب كورة. وفي الأخير ختمها كوزان بجملة تخليك تحكر. قال: صحيح البلد المضيف مستعد من زمان وثقتهم عالية، بس مو دايما الثقة تكفي. العقلية والقوة الذهنية هي الأهم. والحين السؤال الأهم: هل جزر القمر بتسويها وتصير مفاجأة البطولة؟ ولا أسود الأطلس بياكلون الأخضر واليابس؟ المباراة اليوم والجواب قريب. تبون تعرفون إيش صار؟ اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل شيء أول بأول. وقولوا لنا بالكومنتات: منو بيفوز، المغرب ولا المفاجأة؟